السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، احلى عصير في العالم واحلى عصير في الحر اللي احنا فيه ده وقطعان الكهرباء بقى والجو اللي بصوا مش قادرة اقول لكم نار النار. فقلنا نعمل شوية عصير نروق بيهم على نفسنا، او الموهيتو يا جماعة، اللي الناس كلها بتبقى بتشوف في المحلات. طب بيتعمل ازاي؟ سهل جدا جدا، وما فيهوش اي افتكاسات، وبحاجات موجودة في البيت وبطريقة سهلة جدا. بتمنى يعجبكم، وهنشوف مع بعض الطريقة بنعمله ازاي. شوية نعناع اخضر كده فريش بقى كده، وحاجة حلوة كده. شوفي بقى، بتجيبي الربطة مش ب5 جنيه بقى، اقل كمان. شوية ليمون هنقشره كده بالسكينة ونشيل البذر منه من جوه عشان ما يمررش معانا. المهم بنحط بقى شوية سكر كده في الخلاط. السكر طبعا حسب الرغبة، الناس بتحب مسكر، بتحب مية بقى ساقعة جدا متلجة بقى زي ما انتوا شايفين كده. هنضرب بقى السكر في الخلاط الأول قبل ما احط عليه الليمون، عشان الليمون لو اتحط على السكر يا جماعة السكر ما بيدوبش او ما بيعملش. المهم هنا سامحوني الكاميرا كانت مقفولة، فحطيت بتاع 5 6 ليمونات كده متقشرين، وحطيت نعناع، وبضربهم بقى في الخلاط مع شوية مية صغيرين. ها، يعني انتم ملاحظين ان شوية مية صغيرين، ما حطيتش مية كتير. وبضربه بقى كويس قوي قوي قوي، يعني ايه، افصل واضرب افصل لحد ما احس ان النعناع يعني مش اتهرى، داب، ما عادش موجود اصلا. بصوا بقى، كسرنا شوية تلج كده حلوين وحطيتهم جوه الشفشق زي ما انتوا شايفين كده. عندك بقى قوالب التلج السيليكون دي، انا موجودة عندي بس ما كنتش عاملة حسابي، فالمهم كان عندي شوية تلج كسرناهم كده وحطيناهم وخلاص. بصوا بقى، هبتدي ايه، اصفي بقى العصير خالص عشان ايه ما يبقاش فيه بواقي الليمون او بواقي النعناع اللي انا ايه ضربتها في مصفى كده ناعم. وهبتدي اضغط عليه انزل كل العصارة اللي موجودة في عصير الليمون دوت. وهعصره بقى كله زي ما انتوا شايفين الكمية كلها. بصوا يا جماعة، العصير ده فريش كده، وريحته حلوة قوي، وطعمه كمان حلو قوي، ويعني سهل ولذيذ وسريع وخفيف ومش محتاج يعني اي حاجة والله. وبتروحي الكافيهات بره بتجيبيه بالشيء الفلاني، وهو ما خدش منك ب5 جنيه ليمون و5 جنيه نعناع، وبصوا الدنيا تمام. وازازة حاجة ساقعة طبعا، بيبسي او سبرايت، مش بيبسي، انا اسفة، سبرايت او سيفن اب، اي حاجة يعني. بصوا بقى، هنكمل بقى على العصير والتلج وشوية مية حطيناهم تحت، اكمل عليهم بسبرايت اللي كانت موجودة عندي ساقعة بقى ومشبرة زي ما بيقولوا متلجة. كملت بقى على الاخر كده زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى، لسه الحاجة الساقعة خفيفة فاصلة فوق، واللي تحت العصير مع بصوا بقى، بصوا سيادتي بقى، قلبت بص لقيت الدنيا اتدربت. معرفش اندمجت قوي وانا بقلب. فالمهم يعني شلنا ونضفنا وخلاص، الازمة عدت، مش مشكلة. وايه، بصوا عجب الولاد جدا جدا، وطعمه كان حلو قوي صراحة، يعني لدرجة ان الواحد نفسه يعمله كل يوم. شوفوا شكل العصير ما شاء الله، حلو قوي. تقدروا كمان تجيبوا بقى الالوان او السيرب بتاع العصير، بيبقى الوان بقى اصفر اخضر احمر بقى، اللي انتوا حابين تحطوا فيه. بدأت بقى ايه احط للولاد. هو عصير سهل جدا يا جماعة، ما بياخدش اي وقت معاكم. زي ما قلت لكم، اهم حاجة، انا بعيد معاكم باقي شوية قلت اضربهم معاكم، اهم حاجة السكر يتضرب الاول في المية لوحده عشان السكر يسكر يعني. لان لو حطينا عليه الليمون ما بيسكرش او ما بيدوبش. فالمهم زي كده، نفس الطريقة حطيت تاني النعناع وشوية الليمون اللي فاضلين، وهضربهم بقى كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده. وهحاول بقى ما اعملش نفس الغلطة المرة دي. بصوا بصفيه كويس قوي، بفضل اضغط عليه اضغط لان ما انزل حتى اللون الاخضر اللي موجود في النعناع ده انا عايزاه ينزل. وحطيت كمان شوية تلج، وهعصر اخر حاجة بقى اخلصهم. ونزلت عليه بصوا بقى بباقي السيفن اب اللي كان موجود معايا، او يا جماعة السبرايت، اي حاجة المهم يعني. بصوا بقى، انا عاجبني قوي منظر الطبقات، اللي هو الاخضر الغامق تحت، وبعدين الاخضر الفاتح، وتحسي بقى لون المية الشفاف فوق. صراحة المنظر رهيب. بصوا بقى، اتعلمت بقى بقلب بالراحة واحدة واحدة، بحيث ان ايه ما يفرش مني بقى ويقلب ويبهدل لي الدنيا تاني. طبعا ما شاء الله على الولاد، الف هنا وعافية يا رب عليهم.
اللي شرب كوبايه واتنين وتلاته، انا مش عايزه اقولكوا شربت لي يمكن 10 كوبايات من الحر، البيت مولع نار. جو نار يا جماعه. برطمانات دي موضه بقى دلوقتي، كل اللي عنده برطمان يحافظ عليه، لان البرطمانات دي بقت موضه في العصاير. بتمنى بقى الفيديو يكون عجبكم، بتمنى ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بصوا ده فيمتو اللي انا حطيته في الاخر بيدي لون بس.